السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم يوم الوقفه، وقفه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين وبخير وفي احسن صحه وحال باذن الله يا رب. قولوا لي بقى، قضيتوا يومكم ازاي؟ وناويين تقضوا العيد فين؟ هتخرجوا؟ هتقضوا في البيت زيي؟ بس ان شاء الله يعني هتبقى ايام حلوه وكده. المهم انا اشتريت شويه حاجات فقلت اشاركها معاكم سريعا واقول لكم جبت ايه كمان للعيد. ما جبتش حاجات كتير عشان بس يعني لو حد جالي وكده. المهم كان في عروض الايام دي ولا زالت العروض مستمره ومستمره لبعد العيد كمان. انا دايما قلت لكم لما بحب اشتري حاجه من حاجات العنايه سواء بالبشره او بالشعر او كده بستغل العروض. خصوصا ان الحاجات كلها اسعارها غاليه جدا. فانت احسن حاجه تشوفي مثلا على دخلة عيد، على دخلة مناسبه معينه، هتلاقي الحاجات بيبقى دايما عرض حاجه وعليها حاجه. هقول لكم بقى جبت ايه سريعا. جبت الليف ان ده من ماركه اسمها بليس. اقول لكم هو ايه بقى الليف ان ده؟ كريم للشعر. مفروض بيستخدم ان انتي تحطيه على الشعر عادي، سواء انتي مثلا لو اخدتي شاور غسلتي شعرك ونشف بتحطيه وتسيبيه عادي، مش مشكله، زيه زي الكريم العادي. او لو انت عايزه تحطيه مثلا ساعه واتنين وتغسلي شعرك برضو عادي، بيستخدم بالطريقتين. بس هو ليف ان يعني بيتساب على الشعر عادي، مش زي حمام الكريم اللي هو احنا نغسل شعرنا ونحطه ونغسل شعرنا، لا. الماركة دي مصرية. انا دورت على حاجات كتير كنت عايزة اجيبها، بما اني بستخدم الفترة دي منتجات لشعري. هي تقلت شعري الحمد لله وعطياني نتيجة كويسة، هبقى اعمل لكم عنها ريفيو بعدين. بس نشفت شعري فانا كنت عايزة حاجة تطريه. فهو سعره كان 40 جنيه. ده ينفع للشعر الكيرلي كمان، وانا جبته. انا شعري مش كيرلي قوي بس جبته عشان هو كان دورت كتير بصراحة وزهقت. انا كنت عايزة حاجة لتصفيف الشعر. طيب ايه العرض اللي انا جبته؟ جبت العرض ده بتاع انفينيتي، ده الصن بلوك اللي هو الواقي الشمس. بس انا دايما بقيت بجيب الحاجه اللي مكتوب عليها جل. ليه جل؟ لانه انا بشرتي مختلطه مايله للدهنيه في الصيف، فلو جبتي حاجه كريم بتعرق الوش كده. اول مره اجرب النوع بتاع انفينيتي ده. هقول لكم سعره كان 230 جنيه بس في العرض، واحده وعليها واحده. فانا استغلت العرض ان انا اشتريته انا وماما، فكل واحده فينا دفعت 115. فانا كده كاني جبت اللي ب 230 جبت ب 115. الاس بي اف بتاعته زائد 50، وهو المفروض انه مش بيعمل لمعه في الوش. لسه ما جربتوش. انا بستخدم بتاع اليجون، واليجون حلو جدا 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 جدا، مش بشتكي منه في اي حاجه. ولو كنت اقدر كنت قررته تاني، بس هو سعره من 200 ل 220. فانا بالنسبه لي انفينيتي في العرض ارخص. طيب انا جربت الفتره اللي فاتت منتجات لشعري، في حاجات جابت معايا نتيجه حلوه جدا. وجربت منتجات لبشرتي، في حاجات كمان جابت معايا نتيجه حلوه جدا. لو حابين عشان ما اعملش الفيديو في الفاضي، اعمل لكم فيديو مخصوص اتكلم لكم عن روتين العنايه اللي انا عملته لشعري فتره طويله. وانا مش بطلع اتكلم عن اي منتج غير لما اجربه فتره طويله، لان الحاجه اسعارها غاليه جدا. مش هطلع ارشح لك حاجه وانت تروحي تشتريها بفلوس كتير، وانتوا عارفين الواحد بيجيب الفلوس بالعافيه وفي الاخر تطلع مش تمام. فلو حابين اعمل لكم فيديو بتاع روتين العنايه بالشعر، المنتجات اللي جربتها وكده، اكتبوا لي وانا هعمله لكم ان شاء الله. ده هنا كنت بقول لكم على الصن بلوك بتاع اليجون ده اللي انا بستخدمه بقالي شهرين تقريبا. كنت جايباه ب 160 جنيه. حلو جدا، مش بشتكي منه في اي حاجه، وجل والبشره وما سمرنيش. وانا عندي حساسيه من الشمس، حساسيه شديده جدا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بسبب الصن بلوك ده. انا ما عانيتش خالص مع الشمس، مع اني الفتره دي بخرج كتير جدا عشان انا حكيها لكم ان الظروف. انا اللي بجيب طلبات البيت وبروح وباجي لحد ربنا لما يشفي بابا وكده. المهم في الشركات اللي عامله عروض، في انفينيتي عامله عروض، كليو عامله عروض، استني اسمها ديرماتيك عامله عروض. انا بقول لكم على الحاجات دي عشان لو حابين تشتروا حاجات قبل العيد. ما اعتقد ما عادش وقت لان العيد بكره خلاص. بعد العيد هيبقى معاكم العيديه، لو عايزين تجيبوا منتجات للعنايه بالشعر والبشره والجسم وكده تقدروا تستغلوا العروض دي. شاركي مع اختك، مع مامتك، مع صاحبتك، مع بنتك، وتجيبوا الحاجه مع بعض وتقسموا السعر عليكم انتوا الاثنين. وانا بره كان جاي لنا ضيوف فجبت حاجات كده بسيطه علشان الضيوف، وقعدوا شويه ومشوا. انا كمان اليوم ده كنت روحت. انا قعدت مش فاكره 8 ايام او كده، انتوا عارفين بقى بروح وباجي وبروح وباجي. بس عشان العيد انا روحت قبل الوقفه بيوم. يعني الفيديو ده انا دلوقتي حاليا بسجل لكم صوت على الفيديو يوم الثلاث، وهينزل لكم الثلاث ممكن بعد الفطار باذن الله. فبس كده روحت، وكان ورايا حاجات كتيره جدا عايزه تتعمل. طيب انا الفتره اللي فاتت كنت منظفه الشقه عشان دخلت الصيف، اللي هو السجاد مغسول ومتشال والستاير وكل حاجه زي الفل. طيب ليله العيد او قبل العيد بيومين كل اللي انا محتاجه اعمله اني بالمكنسه كده امشي على الشقه كلها، اعطر الشقه كلها، اهويها. طبعا بما اني غايبه عنها بقالي فتره فهلاقيها مليانه تراب. همسح كل التراب ده
اسمها ايه يا ربي، المفارش بتاعه الترابيزات كنت عايزه اغسلها وعينها واحط حاجات خفيفه كده. البلكونه طبعا كانت مليانه تراب فكبت ميه ومسحتها. وما تنسوش قبل ما تكنسوا تمسحوا تنشروا تحطوا ميه تبصوا على الجيران بتاعكم تشوفوهم ناشرين ولا لا. وبس نشرت المفارش دي وبعد كده كنت اتغديت. والكلام ده اليوم اللي قبل الوقفه بيوم. وبس كده قلت بقى ايه عايزه اقعد اخطط لان يوم الوقفه هبقى صايمه مش هقدر اعمل حاجات كتير وهنزل اشتري حاجات بتاعه العيد. بصوا بقى، انا العيد اللي فات كان حلو جدا 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 جدا، اللهم لك الحمد. كنا كويسين والدنيا تمام ومفيش مشاكل. الحمد لله كان عيد حلو جدا برضو، اللهم لك الحمد على كل حال. العيد ده مش ما علينا، الايام دي مش احسن حاجه. وفي كلمتين عايزه احكيهم لكم في اخر الفيديو بس مش عايزه حد يزعل، انا مجرد بفضفض بس مش هحشر نكد في الاول. هحط لكم في اخر الفيديو. طيب، هل انا العيد ده ما اشتريتش هدوم لا للبيت ولا لبره، مش عايزه مش محتاجه. وفي اولويات وفي حاجات تانية عايزه اجيبها بعد العيد ان شاء الله، فقررت انه عادي جدا مش لازم اجيب هدوم للعيد. بس جبت شنطه. وطبعا ايه، ده المحل في اخر شارع الصعيدي قدام، بعد قطنيات المحله كده بشويه، عارفين الجامع وكده، مكتوب خلف مطعم عزبة البرج في دمياط الجديده في اخر شارع الصعيدي. اعتقد ان هو مطعم ايه ان هو محل كده سوري فيه شنط حلوه جدا. وفي اسعار بتبدا من 100 جنيه. طبعا السعر مكتوب على الشنطه، هي شنطه صغيره مش كبيره. ليه جبتها؟ انا عندي شنط بس انا كنت عايزه، وعندي شنط كويسه وحلوه وغاليه وكل حاجه، بس انا كنت عايزه حاجه للمشاوير السريعه وما تبقاش تقيله على كتفي. انا زهقت او ما بقتش بستحمل ان اشيل شنطه تقيله، شنطه كبيره، ما عادش بحب الشنط الكبيره خالص. فالشنط الكبيره اللي عندي اما هستغنى عنها بحيث اديها لحد، اي حد من اللي حواليا يعني، اما هسيبها لخروجات تبقى مش هبقى همشي كتير، فاهمين ازاي؟ فجبت دي بس كده، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا جبتها. وبعدين لبست عباياتي ونزلت عندي جنب البيت، رحت بقى اجيب الحاجات بتاعه ضيافه العيد. طيب، بما ان العيد ده زي ما قلت لكم مختلف، مش هبقى اصلا في البيت كل ايام العيد، وطبعا مش هينفع بابا يجيلي، مش هعمل حاجه في العيد. بس قلت جايز حد من البنات يجي لي، حد صغير كده، فلازم يبقى عندي حاجات. طيب، جبت علبه التونه دي مش عارفه سعرها 45 جنيه تقريبا. انتوا عارفين كل انواع غاليه، في نوع ب 30 مش فاكره اسمه ايه، بس دي 3 شيفس جبتها ب 45. جبت كمان عصير لامار. عصير لامار في منه اللي بسكر عادي وفي منه اللي من غير سكر. انا جبت اللي بسكر ان انتوا عارفين بقى بطلنا الدايت وبطلنا الاكل الصحي وملبخه لفخ السنين، فعادي بعد العيد عارفين اللي هو كل ما تيجي تفكري انك ترجعي تعملي دايت، النفسيه غير مساعده تماما على ان انا اعمل اكل صحي وارجع دايت وجيم والحوارات دي. بس عادي الحمد لله. المهم، جبت بقى المقرمشات دي، وسأحاول ان امنع نفسي من البكاء. بصوا، ليله العيد عندي كان بيبقى ليها طقوس. واول يوم العيد، انا اللي متابعيني عارفين ان انا ما عنديش صحاب واخوات بنات وناس كتير رايحه جايه عليا، مش غير بابا وماما وجوزي ربنا يخليهم لي يا رب. فانا العيد ده جوزي مش معايا، هو اللي كان بيجيب كل الحاجات وهو اللي كان بيجيب لي. انا كنت بفرح قوي زي العيال الصغيرين بشوكولاتات العيد والمقرمشات والحاجات دي، فانا نزلت قلت اما اعمل زي ما هو بيعمل. بس مش عارفه، يلا الحمد لله. المهم انا قلت اغير كده، جبت حاجات دي من المخبز عادي، طبق كده فيه كوكيز وطبق فيه البتاع ده. وجبت كمان المقرمشات الكيس ب5 جنيه. جبت مارشميلو عشان ماما، قلت لها نفسك فيه، قالت لي مارشميلو مش عايزه الا مارشميلو، فجبت لها كيس المارشميلو. وجبت الشنطه دي فيها شوكولاتات مشكله بتتباع كده في المحلات، انا ما جبتش نوع واحد، جبت مشكل ده كيلو، الكيلو ب110. مش عارفه جبته ليه وكتير قوي. المهم حطيته في التلاجة، قلت جايز كده ايه تحصل معجزة واي حد يجيلي من البنات اطفال اي حاجة فابقى احط شوية. العيد اللي فات كان جالي كمية شوكولاتات حلوة قوي، الحمد لله. حطيت بقى كل حاجة في مكانها وقعدت. في المفروض انه من طقوس ليلة العيد برضو عارفين بقى شاور العيد بقى وحمام مغربي وتعملي ماسكات لشعرك ومش عارفة ايه وبتاع، فربنا يسهل كده. طيب، نرغي بقى سريعا. لو عايزين تقفل الفيديو على كده تمام، لو حابين تسمعوا شوية الرغي دول مش مشكلة. في الفيديو اللي فات جالي تعليق سخيف جدا 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 من واحدة ما عندهاش ذرة ذوق. انا متقبله جدا ان اي شخص ممكن يتقبلني او ما يتقبلنيش، وده شيء عادي جدا عشان انا اكيد مش بتقبل ومش بحب كل الناس. يعني ممكن ابقى بتفرج على فيديو لواحده الاقي دمها تقيل بالنسبه لي، وده شيء عادي جدا، فما تابعهاش وما اتفرجش عليها وما تكتبلهاش تعليق. مش لازم تاخدي من وقتك اي ذره ثواني انك تدخلي لحد وتكتبي له انك دمك تقيل او ان انت ما عندكش قبول او ان الافضل ليك ان انت تقفل القناه وما تكملش عشان كلامك اللي ملوش لازمه. ده ممكن يجي الواحد في توقيت مضايقه
مثلا يبقى ابويا في المستشفى مثلا متعلق له محاليل، واجي كده ايه اشوف تعليق سخيف زي بتاعك ده، بصراحه ما اثرش فيا قوي، مش هكدب اقول بقى عيطت وتاثر، لا خالص، يعني جاي لي في توقيت اللي انا فيه هم ما يتلم، مش هتضايق من تعليقك، بس انه بس عايزه اقول ان يعني البني ادم يبقى لطيف، مش عاجباكي ما تعلقيش، ما تتفرجيش، مش مهم، ما تشغليش بالك بيا. دي حاجة. الحاجة التانية انه اللي سألني الفيديو اللي فات او اللي قبله جالي تعليقات، كنت بتسألني بابا عامل ايه وكده، بس هو الحمد لله في اليوم اللي انا بسجل فيه ده اللي هو يوم الوقفة، هو الحمد لله احسن شوية من اليوم اللي قبليه. غيرنا الدكتور او كشفنا تخصص تاني يعني، وراح مستشفى تانية، وعملنا تحاليل وعملنا اشعة. وعايزه اقول لكم ان هو ما عندوش حاجة، يعني عشان تسألي هو عنده ايه، عملنا تحاليل على الصدر، ما عندوش حاجة، هو بيجي ينام مش بيقدر يتنفس، وبيكح كحة شديدة جدا، ومنع الاكل تقريبا، بياكل بالعافية ومتعلق محل طول الوقت، ما عندوش حاجة، ما عندوش حاجة عضوية، يعني هو عنده ماشي السكر والحاجات اللي الأمراض، لا بس سكره مظبوط، الأشعة بتاعة الصدر طالعة الحمد لله اللهم لك الحمد سليمة. ومع ذلك أبويا بيقوم من على السرير بيدوخ ويقع، ما بياكلش، نفس مفيش، بالليل بالذات النفس ضعيف جدا، وخس جدا 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 فوق ما تتخيلوا. فقد ايه الموضوع عامل لنا اكتئاب، اللي هو انت عارفه لو انت رحت كشفت فالدكتور قال لك انت عندك كذا، هتاخد علاج فهتخف، لكن فكره ان انت ما عندكش حاجه وكده بالحالة دي، وانا مش بابا اكيد مش بيسمع فيديوهاتي، بس انا مجرد ان انا شايفاه كده وبيخس، وحسيته عجز قوي قوي قوي، فالموضوع مش معدي نفسيتنا عادي كده، احنا بجد في حالة حزن غريب، حالة حزن مش طبيعية عندنا في البيت، بس الحمد لله يعني. انا ماما النهارده بتقولي ان هو احسن بعد المحاليل والحاجات اللي اخر دكتور راح له، احسن الحمد لله الحمد لله. عشان كده لما حد بيسالني في التعليقات هو عنده ايه، والله ما ببقى عارفه اقول ايه، ما اعرفش، ما انا ما فيش حاجه. يمكن الحاله النفسيه اثرت، وان الفتره اللي فاتت الشهرين اللي فاتوا احنا كان عندنا حاجات، لو حكيتها لكم هتتخضوا، هتقولوا ازاي بتصوري وبتعملي عادي، ما انت بتروحي وتيجي، ما اكيد مش هطلع احكي لكم وانكد عليكم، اصل ما حدش ناقص، كل واحد فيه اللي مكفيه، فما يجيش حد سخيف يكتب تعليقات سخيفه تضايق الواحد وتكرهه في عيشته، استغفر الله العظيم، يعني اكتر ما هو. لو قادرين ندعي للناس ندعي، لو قادرين نكتب كلام لطيف نكتبه، لو قادرين ان احنا لو مش طايقيني خالص ما تعلقوش، يعني لو مش حابيني وانا بالنسبه لكم واحده دم تقيل، خلاص مش مهم، يعني انا القناه دي مش بتاكلني وبتشربني، القناه ما بتدخليش جنيه لبيتي، انا مش بتصرف عليا، يعني لو ما نزلتش فيديو النهارده وما نزلتش فيديو كمان شهر واتنين وعشرة مش هيأثر في حياتي في حاجه، بس انا بنزل عشان انا بحبكم، بحب الخمسة 16 20 واحده وواحد اللي بيكتبوا لي تعليقات كويسه وخلاص. ف كل سنه وانتم طيبين، ما تنسونيش في دعوه حلوه ليكم كده يوم عرفه وبس، اشوفكم قريب ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.